مفيش كريم ولا وصفة بتنفخ الخدود ولا شفايف ولا اي منطقة في الجسم. ما تضيعيش فلوسك، كلي بروتين حيواني كويس، خدي كولاجين، اعملي تمارين للعضلة او للمكان اللي عايزة تزودي العضلة فيه، كتلة العضلة فيه. ما تضيعيش فلوسك وما تسمعيش كلام حد. اوعي تحطي زيت تحت عينك، هيعمل لك حبوب دهنيه اسمها عاميليا. لو محتاجه زيت ضروري لاي وصفه او لاي علاج، حطي نقطه صغيره قد راس الدبوس واخلطيها بكريم العين بتاعك، ومش كل يوم، كفايه قوي مرتين في الاسبوع. حطي معلقه سمنه او معلقه زيت زيتون في اكلك كل يوم، هتملى وشك وتنوره وتاخر التجاعيد وتزود نشاط المخ وتحارب ضعف الذاكره. خليها اساسي في اكلك كل يوم، معلقه سمنه او معلقه زيت زيتون. اوعي تغسلي وشك اول ما تصحي من النوم بغسول او بالصابون، هتنشفي وشك ومع الوقت هيعمل تجاعيد. الوش بيتغسل مره واحده بعد ما ترجعي من بره عشان تشيلوا منه كل التراب والترسبات اللي كانت عليه. اي مره تحطي فيها ميه على وشك او على ايدك لازم تحطي كريم مرطب عشان يرطب الجلد وما ينشفوش وما يظهرش فيه خطوط ولا تجاعيد. لو شعرك بيقع، قبل ما تضيعي فلوسك وتجيبي اي منتجات عشان تعالجي التساقط، روحي الاول اعملي تحليل لمخزون الحديد اسمه فيرتين. مخزون الحديد مش الهيموجلوبين، لان الهيموجلوبين ممكن تطلع نتيجته كويسه بس مخزون الحديد اللي جوه الجسم يكون قليل، كميته قليله. فلو كميته طلعت قليله او ضعيف لازم تعالجيه عشان ده هيوقع شعرك. اوعي تحطي فيتامين سي على وشك وتنزلي في الشمس من غير ما تحطي صن بلوك، هيعمل نتيجه عكسيه، هيغمق لك وشك ويعمل لك بقع. لو بتقعدي وقت طويل بره البيت لابسه شراب وشوز، هاتي بخاخه بعد ما ترجعي من البيت، هاتي بخاخه وحطي فيها ميه وخل وبيكربونات الصودا ورشي كويس على صوابع قدمك، هتلاقي. وبعدها حطي كريم مرطب هيشيل كل الروائح الكريهه واي بكتيريا او فطريات ممكن تتكون على القدم. حطي معلقه صغيره من خل الرمان او خل التفاح على كوبايه ميه واشربيها بعد الاكل او اثناء الاكل. لو بتاكلي حاجه دهنيه هتظبط لك حمض المعده وهتحرق الدهون اللي انت بتاكليها.